عشان قناة ولاد طه كورة 2 مخصصة للجمهور وطلبات الجمهور، النهاردة جايين نعمل اكتر فيديو اتطلب مننا. اتأخرت قوي على ما عملته، بس غصب عني يا جماعة والله. موضوع القناة الرئيسية اللي كانت هتتقفل دي، وكمان شغل الاهلي في كاس العالم للأندية اخد مني وقت ومجهود كبير، لكن اول ما فضيت والدنيا رجعت زي ما كانت، ما كانش ينفع اتأخر عليكم اكتر من كده. فكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر شعبان الكريم، الشهر اللي بترفع فيه اعمال السنة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان اكتر شهر بيصوم فيه غير شهر رمضان هو شهر شعبان. فعاوزين كده ندخل على شهر رمضان واحنا جاهزين للصيام والقيام وقراءة القرآن، وده يا جماعة مش هيجي الا لو بدأنا من دلوقتي. وطالما بقى يا معلم وصلك الفيديو اللي انت طلبته، ما تنساش تكتب لي بقى عاوز الفيديو الجاي عن ايه، وتأكد انك عملت طبعا اللايك والشير، واشتركت كمان في القناة هنا وفي باقي قنوات ولاد طه، واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. فنجان قهوتك الرايق، ويلا بينا عشان نبدأ. لعب الفريقين قبل الماتش ده مرتين. اول مرة كانت في 2002 واللي خلصت 2-1 للاهلي، واللي متعنا فيها الغالي حسام غالي بالكباري اللي روق بيها على لعيبة روما، وبالاخص طبعا كوبري جوارديولا مدرب المان سيتي الحالي. حلقة قصة الكابيتان وحسام غالي هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. وتاني مرة بقى كانت في 2008 واللي خلصت بانتصار ذئاب العاصمة روما ب3-0. في اللقاء الثالث بين الفريقين، الجمهور في الامارات كان مبسوط ومتكيف جدا، وده طبعا عشان الاهلي النهارده هيلاعب روما اللي فيها ابو صلاح المحترف المصري اللي مشرفنا ورافع راسنا بره، والناس كلها جايه وماليه الملعب ومبسوطه من فكره الماتش ده. دخل مارتينيول المدير الفني لزعيم افريقيا اللقاء بتشكيله 4-2-3-1. شريف إكرامي في حراسة المرمى، وقدامه صبري رحيل ورامي ربيعة ومحمد نجيب ومحمد هاني، وفي نص الملعب أحمد فتحي وحسام غالي، وقدامهم صالح جمعة ووليد سليمان ومؤمن زكريا، تحت مهاجم وحيد جون أنطوي. أما بقى ذئاب العاصمة الإيطالية فدخلوا اللقاء بتشكيلة 4-2-3-1. دي سانتس في حراسة المرمى، وقدامه بالميري ومانولاس وكاستانو وزوكانوفيتش، وفي نص الملعب بيانيتش وستروتمان، وقدامهم صلاح وبيروتي والملك فرانشيسكو توتي، تحت مهاجم وحيد ايدن جيكو. مع بداية الماتش كان باين قوي انها هتبقى سهرة جميلة. الفريقين مش معتبرين الماتش ودي خالص، فاتحين ومركزين وعاوزين يسجلوا من بدري. وفي الوقت بقى اللي جيكو بيضيع فرصة سهلة جدا، جون أنطوي ما بيرفضش الهدية، بيستلم وبيرفع وشه وبيسجل الأول، وبيعلن ان زعيم افريقيا فريق عظيم وهيفضل طول عمره فريق عظيم. بعد هدف التقدم من جون أنطوي طلع فريق روما يرد. جيكو بينفرد والقايم اليمين لشريف بيصد، ومن بعده صلاح بيجرب، لكن شريف واقف في الجون صح. ايدن جيكو بعد ما ضيع مرة واتنين، جه في التالتة وما كانش ينفع يضيع. الراجل بيستلم تحت ضغط بكل ثقة، وبيلف وبيشوط وبيجيب التعادل، وما بيحتفلش كأنه ما عملش اي حاجة خالص. بعد هدف التعادل لجيكو الوضع بقى باين قوي قدامنا. الاهلي وقتها كان عنده حارس وخط دفاع في الشلاحات، ومعاه نص ملعب وهجوم على مستوى عالي جدا، تقدر تسجل في اي وقت وتقدر كمان تتهري جوان في اي وقت. فضل الوقت يعدي ومحدش عارف مين اللي هيسجل التاني. روما اخطر، والقايم الشمال كمان ساعدنا وشال الكورة، لكن الاهلي برضه في المرتدات خطير جدا. في الوقت ده ابو صلاح فخر الصناعة المصرية كان لازم يتدخل. الراجل بياخد اسيست جيكو من لمسة واحدة وبشماله في شباك شريف، وبيعلن تقدم روما على الاهلي 2-1. يا دوب بقى الحاقدين عاوزين يشمتوا في عم أندية القارة والقارات المجاورة، لقوا مؤمن زكريا العالمي الله يشفيه ويعافيه يا رب بيعمل أحلى ارتو من لمسة واحدة برضه في البعيدة، وكأنه مش بس بيقطع لسان أي حد عاوز يهيص على الأهلي، لا ده بيرد كمان على أبو صلاح وبنفس الطريقة.
بعد التعادل من مؤمن الحكم بيشفق علينا كلنا. شوط اول متعب سريع حماسي بين الفريقين، كان لازم الحكم يصفر ويخلصوا على كده ويأجل الحسم بتاع المعركة الممتعة للشوط الثاني. الشوط الثاني بيبدأ بقى يا معلم زي ما بدأ الشوط الاولاني بالظبط. الاهلي بيحاول وجيكو بيضيع فرصة سهلة جدا، فالرد بيكون بهدف للنادي الاهلي عن طريق الحاوي وليد سليمان. اصل ساعتها كان العقاب الاهلاوي سريع جدا، هتضيع هتتعاقب وهتزعل قوي مننا. بعد هدف التقدم من وليد، صلاح واصحابه طلعوا يحاولوا يسجلوا التعادل، لكن صاروخية صلاح بيشيلها شريف، ومن بعده ايفونا بيضيع فرصة سهلة جدا لقتل الذئاب بالرابع. تقريبا الكرة دي لو اتكررت 100 مرة لإيفونا مش هتضيع ولا مرة. الوقت فضل يعدي والاستماتة الأهلاوية لسه مكملة، صمود دفاعي ومحاولات هجومية لقتل الماتش بالرابع، لكن زي ما قلنا وقتها دفاع الأهلي كان شوربة. روما في البلاس 90 بيقدروا يجيبوا التعادل وبيخلوا جمهور الأهلي زعلان وعلى آخره. جمهور المارد الأحمر بيقف في ظهر فريقه في الوقت بقى اللي كل الفرق بتستسلم وجمهورها بيرمي المنديل. بتلاقي دايما فريق واحد بس هو اللي دايما مركز وعارف انه يقدر. الاهلي ملك البلاس 90 ما كانش ينفع يطلع متعادل، بالذات وان فريق روما عمل نفسه ملك البلاس 90 وفي حضور المارد الأحمر. وبصراحة بقى الموضوع ده محفور باسم الأهلي والأهلاوية ومش حابين أي حد يشاركنا فيه. احمد الشيخ الاشور الحريف اللي لسه نازل بيستلم وبيعدي وبيرفع وشه وبيركن الكوره بكل روقان في البعيده، وبيعلن الهدف الرابع القاتل للمارد الاحمر، وبيعلن ان الاهلي زعيم افريقيا وفي اي حته. الاهلي كبير وهيفضل طول عمره كبير، فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرضه قليل. بعد الهدف القاتل للشيخ الحكم بيصفر وبيعلن تفوق الاهلي المصري على روما الايطالي 4-3 في امسيه كرويه ممتعه جدا جدا. حلقتنا الاسبوعيه بتخلص على كده يا معلم، وانت لسه طبعا ما عملتش اللايك والشير. ما تنساش بقى تعمل لنا اللايك والشير وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل كمان الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. فولو للبيج بتاعتنا على فيسبوك، وبص بس على قناتنا الرئيسيه، وبص كمان بص على قناتنا ولاد طه اجنبي، واللي هتلاقي لينكاتهم تحت في الديسكريبشن. وسلام عليكم.